السلطة ديال التضامن الحكومي نهار كنجيو للقانون المالية وكنتكلموا على المواضيع كلها، عمرني ما جيت مع وزير الفلاحة ووزير التضامن ووزيرة الطاقة. يمكن يحسن السيد الرئيس. ما فهمتش ولكن راه كما قلت لك يمكن انا عندي فهمه شويه ثقيله وما نظنش بلي عيانه لا ما كنبقاو عيا سمحتي نكملوا الخدمه ديالنا ولا ما قنعناكمش ابدا يا سيدي الوزير. يمكن خاص يجيو يعاونوني في هذوك اللي ما جاوش معايا اليوم باش نقولوا ما عرفتش انا شكون اللي غلط. انا ما غنقولهاش وتا الحكومه ما غتقولهاش، لان بكل مسؤوليه جينا نقول لكم هذا الله كاين شي راه مخبينا ها هو في الفئه، ولكن جينا نقول لكم ما غنحبسوش ما حدنا في هذه الحكومه وحنا مع العباده خاصكم تعاونوا. يفهم المغرب ويفيدنا في هذه القوانين اللي حاولوا نشوفوهم. هذه الفئات اللي ما خلصوش ولا جاهم داكشي غالي ولا ما عرفوش كيفاش يستعملوا الطبيب، حنا راه الاشاره باش نشتغلوا. اما فيما يخص الافاق المستقبليه كما قلنا رحنا التزمنا باش نوصلوا 3% في 2026 ونبقاو متسابقين، نقولوا استدامه الماليه العموميه، ونقولوا مكسب مهم جدا هو اللي غادي يمكننا في المستقبل نقولوا بهذا الطموح. لا مشاركه المشاركين الان لحد 98,000 ديال المؤمنين الاساسيين اللي كيدخلوا المشاركين، فتقريبا واحد اكثر من 85% ديالهم كاينين في ذاك لي دو كاتيجوري المدنيين اللي الاشتراك كيبدا في 144 درهم كيمشي حتى تقريبا بالنسبه للفئه الثانيه كيمشي ل 180 درهم. يعني ما كاينش مبادئ اللي هي اللي كتولي يعني تحفيزيه وكتمنع الناس انهم يعني اذا كان لاكسي او البلوج في المنظومه هو الاكسي يعني البلوج اللي مضمون لجميع المواطنين المغاربه. الشرط الاساسي هو الشرط ان الانسان يؤدي المساهمات ديالو. هذه المساهمات اللي ما قدرش يديها وكان مؤشر هابط من المتوسط الذي الدوله هي كتخلص. عندنا جوج مقررين، كاين المقرر العام ديال اللجنه وكاين ديال النص هو اللي كيقرا. فلذلك حنايا هنا السيد الوزير ولا برلماني معنا وقرا مقرر عام وقدم في نفس الوقت حنا ندوزو هذه العمليه. هاد جوج جواب السيد الوزير فيهم اشكال. عندنا الماده 20 ديال القانون الاطار كتقول يخرج مرسوم علاش كتجيو عاوتاني لنفس القانون واحد اخر واش غنخرجوا جوج المراسيم؟ مرسوم خاص بالتفعيل ديال قانون الاطار سنه 22 ومرسوم خاص بهذا القانون اللي هو تعديل ديال 47/18. علاش كتقولوا تحدد بنص تنظيمي كيفيه تفعيل نظام الدعم الخاص السالف ذكر من لدن المراكز، والماده 20 ما كتكلمنا على المرسوم واش تخرجوا جوج المراسيم. عندنا الجدوى من توالدنا اليوم لمناقشه هذه والحكومه متاخره بدون اي مبرر موضوعي لتدخل بها، وعلى حد علمي ما كانش شي تغير في الحكومه ولا في البنيه ديالها اللي غيفرض علينا هذا الامر. اليوم عندنا اجتماع لجنة المالية اللي كيتم قطاعين. القطاع الأول هو الاستثمار اللي جاء بمرسوم قانون متعلق بالقانون 47/18 متعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. والجلسة الثانية غادي تكون فيها السيدة وزيرة الاقتصاد بحضور السيد المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، اللي غادي يكون هناك نقاش حول مجموعة من المواضيع تتعلق بالصندوق بماليته وأيضا بورش الحماية الاجتماعية والتمويل والمالية وغيرها من المواضيع. اللجنة اليوم كانت انعقدت حول 6 المواضيع. أولا الجلسة الأولى كانت خصصت لمدارسة مشروع قانون يغير القانون 47/18 متعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الموحدة للاستثمار. جات الحكومة بمرسوم بقانون كتغير فيه جوج ديال المواد. حنا بالنسبة إلينا هاد مشروع قانون، هاد مشروع مرسوم أو مرسوم بقانون عفوا، كنتسائلوا حول شنو الاستعجال ديالو. باقي أقل من 3 أسابيع لافتتاح البرلمان.
المجلس الحكومي ناقشوا في 6 مارس وجابوه لنا دابا في 19 مارس. كنتسائلوا، هو كيتكلم على المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، مزيان في علاقتها بالقانون الإطار 0322 المتعلق بالاستثمار، بالقانون الإطار ديال الاستثمار. قانون الإطار ديال الاستثمار في المادة 20 تكلم على أنه خصو يخرج المرسوم ما خرجش ديال المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا أو المقاولات التي تشتغل في المجال الدولي، ما تكلمش، ما خرجوش. في حين المراسيم المتعلقة بالدعم، سواء الدعم الخاص المتعلق بالاستثمار ذا الطابع الاستراتيجي بين قوسين، هذا كان في الأجل ديالو خصو يخرج في 3 شهور، خرجوه في أقل من شهرين. المرسوم خرج في أقل من شهر والقرار خرج في أقل من شهرين. معناه هادوك الكبار طلقنا لهم دغيا باش يمشيو ياخذوا الفلوس ويستثمروا مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. لكن المقاولة الصغيرة والمقاولة الصغيرة جدا منذ جانبير 2022 إلى اليوم باقي ما خرجت المراسيم، وجاونا بهذا التعديل جزئي يتعلق بأنه الاتفاقيات في إطار المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة يمكن دار على الصعيد الجهوي وتمر عبر اللجنة الجهوية واللجنة الموحدة للاستثمار. دابا هذه أولا حنا عدلنا هذا القانون غير في ديسمبر، القانون هذا 47/18 غيرنا غير في دجنبر 2024. علاش؟ فين كانت الحكومة؟ ما تجيبش هذا التعديل، معنى أن حنا أمام واحد الحكومة ما عندهاش خيط ناظم، عندها واحد التخبط كبير جدا في تنزيل الأمور الاستراتيجية ومنها الاستثمار. وحنا في الاستثمار قلنا فيه الكثير، وقلنا بأنه هذه الحكومة تهتم باستثمارات أعضائها وأصحابها وأصدقائها وأعضاء أحزابها للأسف الشديد، عوض أن تهتم بالمواطنين وبالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة. مجموعة المواطنات والمواطنين مقصيين من الولوج ولا من الاستفادة من هذه الخدمات، من هذا الورش الملكي اللي أعطت تعليمات جلالة الملك بانطلاقه، خاصة في المجال القروي. فشفنا بأن هناك واحد الفئة خاصة في العالم القروي تتجاوز على حسب التقرير ديال المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي، تتجاوز يمكن 15 ولا 20% ديال المواطنات والمواطنين اليوم هم خارج التغطية الصحية خاصة. وبالتالي احنا في الفريق الاشتراكي نعتقد ان هذه الآليات ديال الاشتغال ولا ديال الاستفادة يجب مراجعتها، خاصة مع في علاقة مع السجل الاجتماعي، لأن سنعرف كذلك بأن السجل الاجتماعي المؤشر هو اليوم مسألة غير قارة، وكذلك المعايير التي تم اعتمادها نعتقد أنها غير منصفة، لأنها كاين واحد المجموعة ديال المواطنات والمواطنين اللي مقصيين من الاستفادة من هذا المشروع الملكي السامي. وكذلك شفنا بأن الحكومة اعتمدت واحد المقاربة ديال التنزيل الكلي اللي شفناها بأنها غير سليمة. اعتقدنا أن الحكومة مشات كتجري فقط من أجل استفادة انتخابيا من هذا الدعم المباشر دون أنها تعطي الأهمية القصوى الورش ديال التغطية الصحية اللي هو أهم من الدعم المباشر، لأن تنعرفوا بأن يعني التغطية الصحية اليوم تشكل واحد إشكال كبير بالنسبة للمغاربة، عند المغاربة خاصة في ظل التراجع ديال المستشفى العمومي، في تراجع الخدمات في المستشفى العمومي، وبالتالي تيبقى الملجأ الوحيد لهذه الساكنة وهذه المواطنات والمواطنين هو القطاع الخاص. وبالتالي القطاع الخاص يحتاج إلى الأداء، والأداء لا يمكنه لا واحد مجموعة ديال المواطنات والمواطنين خاصة في المجال في ضواحي المدن وكذلك في المجال القروي لا تتوفر على الإمكانيات من أجل الأداء ومن أجل تحمل هذه التكاليف ديال الاستشفاء.